بسم الله الرحمن الرحيم. لأول مرة أحس بمظلومية القوانين اللي موجودة في مصر، القوانين الخاصة بالأسرة. مش هتكلم عن برضو يعني إيه إنك تعرف إنك تدخل بيت للأسف ما يكونش فيه راجل تعرف تتكلم معاه. يعني إيه تعرف تتكلم معاه؟ يعني لما تحب تتفق معاه، لما يحصل مشكلة تعرف تقعد معاه وتحلها. يعني لما يحصل أي خلاف تلاقي رجل حكيم تعرف تتكلم معاه فيبقى هو الرادع، سواء لبنته أو ليك أنت لو أنت أخطأت في وقت من الأوقات. أو إنك تدخل بيت تكون النساء اللي فيه هي اللي ماشياه، يعني هي اللي لها الكلمة الأعلى أو هي لها الكلمة الأعظم في الأمور. للأسف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة. كذلك في أمور البيت، مش لازم ده في أمور الولاية والدولة والقضاء، لا، للأسف المرأة بتحكم بالمشاعر، ما تعرفش تتكلم معاها كلمة، ممكن تتفق معاك كلمة دلوقتي شوية تغيرها، العاطفة بتبقى غلباها. فأنت لما تيجي تتفق معاها اتفاق أنت مش هتعرف تلزمها، لكن لما تلاقي راجل هتعرف تتكلم معاه، تعرف تلزمه بالكلمة اللي هو قالها لك في يوم من الأيام. فإنك تدخل بيت الست هي اللي تبقى ماشياه سد، فده بيكون غلط الراجل ان هو قبل ده من الاول، فلازم ان هو يستحمل نتيجه غلطته. فانا مش هتكلم في النقطه دي دلوقتي، انك يعني ايه تدخل بيت ما فيهوش راجل، وقد ايه ده بعد كده بيكون سبب في مشاكل كتير كان ممكن تتحل بشكل بسيط وسهل، اتحول ان هو بقت مشكله اكبر. ليه؟ لان انت بتتعامل مع حد ما بيعرفش يتكلم، ما بيعرفش يحل مشكله، فالموضوع بدل ما كان ممكن يتحل على نطاق صغير وضيق، المشكله بتكبر وبتتوسع، وللاسف بتفرط لحاجات انت كنت ممكن ما تفكرش فيها في يوم من الايام. نيجي بقى لمساله القوانين اللي هي القوانين الاسره، او ليه بدات احس بمظلوميه القوانين دي، وقد ايه فعلا القوانين اللي موجوده في مصر هي من ضمن الاسباب اللي بتخلي الستات تتطلق او بقت تسعى للطلاق. انا ما عنديش مشكله انك تعمل قوانين تجبر الراجل في اوقات ان يعطي الحقوق او يلزم الراجل بالحقوق اللي عليه في حاله ان هو مخطئ او غير مسؤول. يعني ممكن نلاقي راجل غير مسؤول، غير عادل، غير وقاف عند الحق، فممكن يظلم اللي قدامه. انا ما عنديش مشكله انك تسن القوانين اللي تقدر تلزم الراجل وترغمه ان يرد الحقوق الى اصحابها، لكن انا عندي مشكله في حته انك القوانين لما تم سنها في العموم فبقى بيتظلم رجاله بتعمل اللي عليها. فين القوانين او ازاي بتقدر تكون منصف لما يجي راجل يبقى بيعمل اللي عليه او حاول يعمل اللي عليه؟ كلنا بشر وكلنا مخطئين، والكمال لله وحده والعصمه للانبياء. فازاي تقدر تفرق بين ست مظلومه او جه معاها راجل غير منصف، بين ست صليطه اللسان عنادية غير مسؤولة، دايما ممكن تكلم زوجها بعلو الصوت والعناد، ودايما تهدد بأهلها، ودايما تتكلم بأن أنا ليا أهل هخليهم يبهدلوه، وأنها دايما بتستقوى على زوجها، فبقى سهل عندها في أي وقت أن هي تخرب البيت. لا، مفيش راجل في الدنيا لو هو راجل هيقدر يستحمل أن ست تقف تكون ندية ليه. الراجل دايما عايز اللينة الهينة، فلما بيلاقي العند وبيلاقي الندية في التعامل هيعاملك كأنك واحد صاحبه وكأنك راجل معاه، سواء في شغله في الشارع، فاستحملي. فلما تقع مع ست غلاطة وصليطة اللسان وواحدة فيها الصفات النشوز الست كلها، وتيجي تلاقي راجل مثلا عايز ان هو يفض ده بالمعروف، انت عايز تفض ده بالمعروف، هل المعروف انك لما تقول ان احنا عايزين نفض الكلام ده نظرا للي بيحصل ونظرا اللي انت يعني صرحت بالامور اللي انت ما يصحش انها تحصل، وطلبت من الرجل الغير حكيم انه يفض القصه ديت ويحاول يرد بنته الى عقلها المعامله الحسنه، فلقيت ان مفيش حد بيرد. طب بما ان مفيش حد بيرد، انا عايز اعرف ايه المطلوب من الراجل في اللحظه دي، ان هو لما يلاقي ست معاه الصفات اللي انا لسه قايلها ومفيش حد بيردها، فلو اختار ان هو يخرج بالمعروف لقول الله ولا تنسوا الفضل بينكم، تلاقي واحد بيقول لك احنا عايزين كل حقوقها. طب ما كل حقوقها اللي انت بتطلبها دي، هل مطلوب من الراجل ان هو يستحمل الست اللي بتغلط وبتشتم وزي ما قلت عناديه وصليطه اللسان وبتدخل اهلها في كل حاجه وبتخرج اسرار بيتها وحاجات كتير من الصفات، وسهل عليها جدا تسيب البيت وتخرب البيت وتقعد عند اهلها وهم يرحبوا بيها؟ هل الراجل اللي وقع في حاله زي كده يبقى هو
مطلوب منه يا اما يستحمل الاهانه وطولة اللسان والامور دي كلها، يا اما لما يقول ان هو نخرج بالمعروف تقول اديها كل حقوقها. يبقى فين المعروف؟ اين المعروف من الكلام ده؟ ليه؟ طب خلينا نقول هو ايه اللي بيخلي واحد يستقوى بالكلام على كيس او حاله زي دي ان يقول لك احنا عايزين كل حقوقها؟ عشان هو لاقي من وراه قانون في ظهره بيقول لك يا باشا دوس، الست معاها حقوق كتير. فانا قلت لك انا ما عنديش مشكله ان يبقى في قوانين بتلزم الراجل الغير عادل الغير منصف السيء الظالم انه يرد الحقوق، ولكن لمن عكس ذلك ساعتها يبقى مطلوب منه ان هو يا يستحمل الإهانة ويعيش، يا إما يرد كل حقوقه فيخسر بيته ويخسر شقته ويخسر عفشه ويخسر فلوسه ويخسر كل ما هو يعني حاول يحوشه في يوم عشان يفتح بيه أسرة ويكون بيه أسرة. فالأول مرة أشعر يعني إيه ظلم القوانين الأسرة اللي موجودة في مصر، وقد إيه هي سبب في خراب بيوت كتير بسبب خلت فيه استقوى من النساء، سواء في التعامل السيء او في حته خراب البيوت، لانها كده كده عارفه هتاخد منك فلوس وعارفه انت يعني ايه هتحلبك وهتقلعك ملط وانا ايدي في جيبي والموضوع كله سهل. ويا سلام لو ليها حد محامي اخ ولا حاجه ولا ليها حد من ظهرها هيوفر عليها فلوس اتعاب محاماه وملم شويه بالاجراءات، تقول لك يا باشا تعالى بقى انت وقعت مصيده سهله نقعد نلعب بيك ونبيع ونشتري. انا مش عارف هل ممكن القوانين دي تتغير يتم تعديلها ويتحط في الحسبان ان زي ما بيتحط قوانين عشان تدي الست حقوقها فلازم يبقى في قوانين او في امور تنصف الراجل في حاله ان هو مظلوم مع الست اللي معاه. الله المستعان.